محمد مجدي لاعب كفر الشيخ والمنضم حديثا لصفوف النادي الاسماعيلي، برحب بيك. عايز تقول لنا مفاوضات الاسماعيلي جت معاك ازاي؟ ممكن الناس متابعيني من الاول، ممكن كلام معظم الناس كباتن في النادي ورشحوني للنادي الاسماعيلي، والناس تابعتني بشكل رسمي وكده، وكان مفاوضات بيني وبينهم وكان كلام وكده، والحمد لله تمت على خير. وانا سعيد ان انا جيت النادي الاسماعيلي، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاسماعيلي وده شرف ليا، وان شاء الله اقدر افيد النادي حاجات كتير ان شاء الله. كابتن اشرف يطرق كان بيمرنك طبعا في فريق كفر الشيخ، هل كلمك لما جيت الاسماعيلي؟ لا يعني معظم على فترات شد حيلك، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه كده، وهو كابتن كبير طبعا وكان مسكنا في كفر الشيخ وعمل معانا حاجات كتير هناك كويسه جدا وكده، ولعبنا ترقي وكان فرصتنا كويسه جدا في الصعب الممتاز، بس ما كناش مقصود وكده، بس ان شاء الله خير يعني. في انديه طلبتك غير النادي الاسماعيلي؟ كان الشرطه وكان كلام، وكانوا باعتين كلام على موقع فيتو، منزلين كلام وكده بعد ماتش الاولمبي، بعد دورة الترقي كانوا طالبيني وكده، بس انا ما اعرفش يعني، ما حدش كلمني بطريقه رسميه، بس هم نزلوا على المواقع وكده ان الناس بتتكلم وكده. طب هل نادي اهلي الزمالك طلب عرض حقيقي زي ما سمعنا في نادي الشمس؟ نادي الشمس هو كنت وانا في سن 17 سنه كنت ناشئين النادي وكده، ولعبنا قدام الاهلي ماتش ودي، حسين فتحي مبروك طلب من النادي وكده والنادي رفض. والفتره الاخيره من شمس قبل ما امشي رحت اتمرنت مع الزمالك، وبعتوا الاعاره وتقطع اعاره وكده، بس النادي برده ما وافقش عشان العب درجه اولى، وفي الاخر مشيت يعني من الشمس وكده، وما حصلش نصيب. طموحاتك ايه مع النادي الاسماعيلي؟ ان شاء الله باذن الله اقدر اكون قد المسؤوليه ونعمل حاجه ان شاء الله بشكل كويس ونشرف الناس وخير ان شاء الله. كل الشكر والتوفيق.